الفصل ده في يوم من الايام كان فصلي بجد، يعني من احسن الحاجات اللي انا حابه اعملها ان انا اجي لفصل القديم ومدرستي القديمه واتصور هنا بجد، لان هنا بجد بدأ كل حاجة، بدأت أحلام جديدة، بدأت طموحات جديدة. هنا قررت إن أنا أدخل أصلا المجال الأدبي، هنا قررت إن أنا أعمل كل حاجة، وهنا عشت ذكريات كتيرة، أيام كتيرة، أوقات بجد من أحسن أيام حياتي. فكان لازم أرجع لمدرستي وفصلي الديسك بتاعي وأتصور هنا واحتفل بنفسي وبنجاحي، لأني فخورة إني تخطيت كل حاجة صعبة وأرجع لنفس المكان اللي ابتديت منه علشان أحتفل بيه تخرجي، لأن الموضوع ما كانش سهل أبدا. A message from the Egyptian children to the whole world. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني ايه بلادي، تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي. بنحبك يا مصر.